السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أستصرخ ضمير الكون وأنادي ابن بلدي مثل ما سمونا، يا عبد الله العربي الإرهابي، كما قالها أحد شعرائنا. أعيد وأكرر القول: يا عبد الله العربي الإرهابي. 40,000 دور هائج من باكستان دخلوا العراق للمرور على جثث الضحايا، وعبد الله العربي الإرهابي ما زال صامتا. 12 طفل قتلوا بدم بارد في مجدل شمس بحجة تحرير القدس، وما زال عبد الله العربي الإرهابي صامتا. العزاء لدولنا العربية اللي مكبلة عبد الله العربي الإرهابي. ممنوع يدافع عن نفسه، ممنوع يدافع عن كرامته. تركونا ندافع عن نفسنا يا أخي، كبلتونا بأغلال وانتم شايفين الدم يراق هنا وهناك. من المعيب أن يصمت عبد الله، من المعيب. العنصري اللي بيمارس العنصرية، نحن لما منوصف الواقع كما نراه وكما تراه أجهزة الإعلام. بالله عليكم 40,000 باكستاني لإيش دخلوا على العراق؟ بده يفطروا مثلا، بده يتغدوا، بده يزوروا مقامات، والله ما بعرف يعني. والعرب صامتون. اللي عم يستنهض العرب هون يستنهضون. نحن خط الدفاع الأول عن ديننا وعروبتنا وعن كل شيء. فأرجو من أخوتنا العرب، ارفعوا أيديكم عنا، ادعمونا يا أخي، ولو إعلاميا يعني. دعموا هالناس، شيلوا عنا تهمة الإرهاب. ضحايا 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 الموت، ضحايا التهجير، ضحايا القتل، ضحايا القصف. والله ما بعرف يعني. لما بتشوفوا لي ظاهرة سلبية هون أو هون، الكل بيطلع ويا لطيف وبيشرع خطاباته إلى اللانهاية. شوفوا هالناس، 70% من السوريين الموجودين في ألمانيا يعملون، وادخلوا على النت وتفرجوا. 30%، وهذا يعني رقم مهول، رقم جميل. الناس عم تشتغل وعم بتأمن مستقبلها وبتأمن قوت يومها، ولو ما هدول اللي برا اللي جوا جاعوا. بتمنى من الكل يشوفوا الأمور مثل ما هي. وعليكم السلام.